ما عرف عن ميسي أنه شخص هادئ الطباع وقليل الحديث، نادرا ما يظهر غضبه، وغالبا ما كانت ردات فعله باردة كقالب الثلج. هذه الصفات التي تعلقت به طيلة مسيرته اختفت وتبدلت بأخرى، وقد كشف الأخير عن شخصيته المختلفة مع منتخب بلده الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022. كلما تزين ميسي بوشاح الأرجنتين تحول إلى شخص ذا طباع حادة، يدخل في صدامات كلامية عنيفة مع اللاعبين والحكام، وأحيانا يتقمص دور الولد السيء ويدخل في عراك مادي بالأيدي مع رفاقه في المنتخب ضد الخصوم. راسم النجمة المونديالية الثالثة على قميص الآلبي سيليستي كسر حواجز الصمت، كاشفا في إحدى الحوارات الإعلامية عن أهم الأسباب التي قادته نحو التغيير. ليو أخرج ما في صدره وتحدث كما لم يفعل من قبل. ليونيل ميسي جلس على كرسي الصراحة وبدأ في سرد الأحداث وربطها ببعضها. كشف عن معاناة عائلته قبل كأس العالم، بمن في ذلك عائلته المقيمة في الأرجنتين، حيث صار ضغط الجماهير والإعلام يحيط بهم من كل حدب وصوب. فمنذ خسارة نهائيي كوبا أمريكا عام 2015 و2016، ثم الظهور الضعيف في كأس العالم روسيا 2018، والجميع يصب جام غضبه على ميسي ويرمون بميزان المقارنات بين مستواه مع برشلونة والمنتخب. ليو تحدث عن الأوقات العصيبة التي مر بها رفقة زوجته وأبنائه، فحمل راية التحدي وقال: كان يجب أن أحقق البطولات لننهي كل ذلك. بعد كل ما مر به، قاد ليونيل منتخب بلده للتتويج بكوبا أمريكا عام 2021، ومنذ ذاك التتويج دخلت الأرجنتين ديناميكية إيجابية أثرت على حياة ميسي الشخصية وقللت من شدة الضغط المسلط عليه وعلى عائلته. دخل ميسي ورفاقه كأس العالم محملين بسلسلة وردية من النتائج الإيجابية، ولكن سرعان ما صدموا بالسقوط أمام الأخضر السعودي. ميسي قال إن الهزيمة نزلت كالصاعقة، وقد بدأ يفكر في ملايين الأشياء، حتى إن الشك بدأ يسيطر عليه ورفاقه. ولتجاوز آثارها تحلى بروح القائد ووضع الفريق أمامه، وخاطب فيهم جميعا وطالبهم بالبداية من الصفر، وقال إن الفوز على المكسيك وبولندا سيقودنا لصدارة المجموعة. ما خطط له ميسي سار على النحو الذي أراده، ومنذ الدور ثمن النهائي ابتسمت له الكرة رغم عنادها أحيانا، ومع عنادها كان لميسي لحظات من الجنون رصدتها أعين الحاضرين وعدسات الكاميرا. يجب أن تنهي الأمر هنا، سينتهي كل شيء. هذه آخر الكلمات التي رماها ميسي لأسماع مونتييل قبل تسديده ركلة الجزاء الأخيرة أمام فرنسا في النهائي. الأخير تلقاها وفعلها وسطر للأرجنتين طريق التتويج باللقب المونديالي الثالث في سجلهم. حينها لامس ميسي الكأس الأغلى وعانقها دون أن يتركها. المشوار المونديالي في قطر أظهر ميسي في حلة لم تعتدها كثيرا الجماهير العالمية، فقد تغلف بطباع القائد الذي لا يهدأ، الذي لا يكل ولا يمل من إعطاء التوجيهات والتحكم بكل كبيرة وصغيرة. ميسي الهادئ صار يجيب استفزازات الخصوم بأخرى أشد وقعا. ميسي الخجول صار يحتفل دون توقف. الصعوبات والضغوطات غيرت الأخير، فلبس ثوبا غير ثوبه المعتاد وكان فيه جميلا. ميسي ميسي شيل 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 يا طويل العمر، شيل شيل.